السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله معانا اوردر جديد. الاوردر بتاعنا النهارده ميني، ده حجم مقاس 12، الكيك صافي مقاس 12، والارتفاع بتاعه بياخد معانا من 13 ل 14 سنتي على حسب بقى الديزاين اللي احنا حاطينه من فوق. زي ما انتوا شايفين كده الكيك كان محطوط عندي في الفريزر وطلعته على طول ان انا اشتغل بيه، بيبقى حلو جدا يا بنات. حطيت عندي بالكيس كده الكريمة البيضة، وحطيت عندي تشبعات باللون البينك. هبتدي ان انا اعمل الكيك من الجنب كده باللون البينك، وبعد كده هدرجه عندي باللون الابيض. بالنسبة لمقادير الكريمة انا بقول لكم نستخدم من كوباية لكوباية ونص على حسب بقى الجو عندك عامل ازاي، وعلى حسب نوع الكريمة. يعني استخدمي كوباية او كوباية ونص من الكريمة على كوباية مية على ربع كوباية سكر. فانتي لو لسه مبتدئة او لسه هتجربي فجربي في كوباية ونص عشان تشوفي القوام معاكي عامل ازاي. جبت بعد كده السكرابر وابتديت انا اعمل بيه الجناب كده، وابتدي برضو احط لون تاني عشان انا عايزة اللون يكون واضح. نيجي بقى واحنا شغالين لموضوع الكريمة، البنات اللي بتسألني بتقولي ينفع نضرب الكريمة وندخلها التلاجة وبعد كده نبقى نزين بيها الكيك؟ الكلام ده ما ينفعش، لان لما بتدخليها التلاجة بتحتفظ بالهواء اللي فيها، وتيجي بعد كده تستخدميها تبقى مخرمة كده ومخرزة وعاملة فيها هواء، فمش هتديكي سطح املس كده وانت شغالة بيها على الكيك. يعني السطح الاملس ده مش هتحصلي بيه خالص. يعني لو هي سقعت معاكي حاجه بسيطه تقدري ان انت بالسباتيولا تخرجي منها الهواء، لكن بقى لو سقعت منك جامد ما لازم تضربيها تاني في المضرب او بالعجان، على حسب بقى هي مسكت معاكي قد ايه، وعلى حسب برضو الموجوده عندك. جبت بعد كده السكرابر، حبيت ان انا اعمل امواج كده زي البحر، بتديني شكل حلو جدا. والديزاين ده بيشتغل معايا كتير قوي لان بيبقى فعلا شكله حلو ومطلوب. حطيت بقى هنا كمان فراشات. تقدري لو ما عندكيش سكرابر او ما عندكيش السباتيولا اللي كنت بستخدمها، تقدري تستبدليها بمعلقه عادي خالص، اي معلقه صغيره موجوده في البيت تقدري تعملي بيها الامواج دي. وحطيت عندي كده فراشات، انا هنا كده كنت حطاها بشكل عشوائي. وهقول تاني الفراشات دي انا بجيبها منين ولا بعملها ازاي. انا بطبعها او بنزلها الاول من على برنامج اسمه بنترست، وباخدها واروح بيها المطبعة او الاستديو. اقول لهم انا عايزه اطبع الصور دي. طب انت لو رحتي مطبعه هتعملي ايه؟ تقولي له انا عايزه اطبع الصور دي على ورق كوشيه. هيقول لك عايزاه اني جرام، تقدري بقى انت تقولي له وريني الجرامات اللي عندك، هيقول لك عندي 200 و250 و300. فانت تقدري تشوفي اني المناسب ليكي واني اللي حابه ان انت تشتغلي بيه. حطيت بعد كده الكريسب الابيض الصغير، ده فيه لمعة كده لان انا بحط له دست عشان يبقى لونه بيلمع كده. بحط كده عندي على الامواج عشان تديني شكل كده عشوائي وشكل كده متناسق مع الامواج اللي انا عاملاها. وبعد كده جبت عندي السبرينكل الابيض الصغير خالص، بيبقى عامل زي اللولي كده، بيبقى شكله حلو قوي يا بنات، بيدي فعلا فينش حلو قوي 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 للتورته. انا حطيت كده برضو بشكل عشوائي، وجيت من فوق بقى طبعا ما حطيتش حاجه لان انا هكتب زي ما انتم شايفين كده. طب انا بعد ما كتبت عشان انا حاطه هنا امواج، فبعد ما كتبت حسيت ان الكتابه مش باينه مش واضحه، فحطيت على الكتابه دور تاني. يعني كتبت يعني بعد ما كتبت عليها كمان مره عشان تبقى الكتابه عاليه وواضحه. وبكتب عادي بكيس حلواني قطعه صغيره خالص، وبكتب بيه مفهوش اي مشكله. لو انت مبتدئه وحاسه ان انت مش هتعرفي تكتبي، تقدري ان انت تكتبي بالشوكليت، هتكون سهله معاكي قوي. وده شكلها بعد ما خلصت، يا رب تكون عجبتكم. الحمد لله عجبت الكلاينت بتاعتي جدا وبعتت لي ريفيو ليها. اشوفكم فيديو جديد، باي باي.